بيان زيزو الأخير بيان مهم جدا جدا جدا، فحابة إن أنا أقوله لكم بس بطريقتي، بطريقة زملكاوية بتحب زيزو وبتحب نادي الزمالك. بدأ البيان بتاعه: احتراما وتقديرا لجماهير نادي الزمالك، أود توضيح ما يلي: لا أحب الخوض في التفاصيل، وأفضل الرد والتركيز داخل أرض الملعب، لأن هذا هو عملي. ومع ذلك انتشرت العديد من الأخبار المغلوطة التي لا أعرف سببها، وما زال هناك من يحاول استغلال اسمي في إثارة الجدل. هدفي الأول والأخير هو الحفاظ على استقرار النادي، وأرى أن نادي الزمالك وجماهيره يستحقان الأفضل دائما. كما أعتقد أن العلاقة بين نادي كبير وأحد لاعبيه يجب أن تكون قائمة على الاحترام المتبادل، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي حاليا. في هذا السياق أجد أن الحديث عن هذا الملف أمر محزن ومؤسف للغاية، ويجب إيقافه. جميعنا ندرك الظروف التي يمر بها النادي، ولا يجوز الإساءة لأي طرف أو إلقاء اللوم دون أدلة واضحة. فيما يتعلق بهذا الموضوع، أثبت مدى حبي وإخلاصي لنادي الزمالك وجماهيره، ولا أحتاج إلى تبرير ذلك. كما أنني على دراية تامة بالمعاناة التي يتحملها مجلس الإدارة بسبب الأعباء المالية المتراكمة والمصاريف الكبيرة التي تكبدها النادي خلال الأزمة. إذا أراد نادي الزمالك استمراري فسأبقى حتى تنتهي الأزمة المالية. وإذا كنت الملف الأخير لا، أنت مكمل يا زيزو، أنت في القلب مع